بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله وسعد الله أوقاتكم بالخير. المتابعين لنا في الفيسبوك شكرا لكم. اللي مش متابع يسوي متابعة. أعتذر عن قبول طلب الصداقة، سوي متابعة. المقاطع توصل مشاهدتها لمئات الآلاف للملايين، والمتابعين 20 نفر. اللي في اليوتيوب سوي اشتراك، تفاعلوا، اشبكوا برقة أصحاب اليوتيوب. اليوم نتكلم لكم عن أصحاب الزيارة العائلية وتمديد الزيارة العائلية والصقة والضقة اللي حصلت من بعد العيد. الطلبات كثيرة كانت معلقة، وصلت إلى 46 ألف طلب تقريبا، يعني أكثر من 40 ألف طلب معلقة في النظام. والسبب أصحاب المكاتب اليمنيين واللي يقوموا بهذه الخدمات. أنا اضطر بتكلم بألفاظ ما هي كويسة، يقول الكذاب كذاب. ايش نسوي؟ يقول لك لا تسوي طلب شخصي بيجيك رفض. كذاب. من قال لك إن الشخصي يجيك رفض؟ اللي عنده يقول لك سوي طلب زائر، وكل زائر يسوي طلب لحاله. صار اللي عنده 10 يسوي 10 طلبات، اللي عنده 5 يسوي 5 طلبات، وبهذا السبب الطلبات كثرت والطلبات تعلقت في النظام. يا أخي عندك 10 سوي طلب واحد، اختار شخصي وحط ارقام الحدود كلها في الوصف، وارفق الملاحظه هذيك اللي يجي لك لا يمكن التمديد، تجاوز الحد المسموح به. اي ملاحظه هذيك الحمراء اللي تجيك صورها وحط ارقام الحدود فقط، لا تكتب كلام فاضي ولا هدره. اللي يكتب لك سعاده مدير الجواز فاضي يرد عليك. اكتب ارقام الحدود بس، لا تكتب كلام فاضي ولا تسوي شيء ولا تصدق المكاتب اللي يكذبوا عليكم. والتمديد انا اليوم شخصيا، اليوم رفعت اكثر من 10 اشخاص طلب شخصي، وتم التمديد 3 شهور الى بعد الحج. وامس رفعته قبل امس، ويوم الجمعه شغالين، ويوم السبت شغالين، من يوم الخميس للحين شغالين طبيعي بنفس اليوم يردوا. اول صح كان في تاخير وكان في تتاخر الطلبات زي كذا، الحين تمام، الحين كلها يردوا بنفس اليوم. هذا خاص لليمنيين. المغادره مش على اليمنيين والسوريين مستثنين، ما فيش لهم مغادره، مددوا لهم لا بعد الحج طبيعي. المغادره على باقي الجنسيات، مصريين، اردنيين، باكستاني، هندي، بنجلاديش، هذا يغادر ما فيش لهم تمديد. اما اليمنيين والسوريين مستثنين، يمددوا من تواصل، والسودانيين يمددوا بمراجعه الجوازات. ما ادري اذا كان في الجواز توقفوا التمديد حق السوداني، ما ادري. اما اليمني والسوري من تواصل، تسوي طلب قبل الانتهاء وتجيك رساله تسوي طلب يمددوك بنفس اليوم. اخر يوم ما مددوا روح راجع الجوازات. كل الجوازات في جميع الاماكن، في الرياض، في جيزان، في نجران، في جده، في المدينه، في اي مكان تروح يمددوا لك 3 شهور. كان في جده يعطوهم مغادره اسبوع، رجعوا الحين تراجعوا، جده رجعوا يمددوا 3 شهور. لا تصدقوا المشاهير، يقول لك المشهور الفلاني في الفيسبوك نزل منشور قال مغادره، كذاب، لا تصدقوا. هؤلاء اصحاب معاهم سيارات يشتغلوا الناس زي ما استغلوا المعتمرين صح عندهم مغادره. المغادره حقهم 1 ذي القعده، واصحاب الفيسبوك كانوا ينشرون منشور انه غادر يوم 15 شوال اخر يوم 20، وخلوا الناس الحين سووا زحمه وكلهم غادرين. الباصات رفعوا التذاكر من 200 الى 600 ريال. ايش العذر؟ قال لك ما عندهم باصات، الباص يروح لليمن يرجع فاضي. طيب انت قبل شهر مصور لهم منهم منزلين اسطول 200 باص 300 باص، وين الباصات هذه ما يحركوها؟ ليش الاستغلال؟ الناس يستغلوهم كذا. من التذكره 100 ريال ل 600 ريال، لا صنعاء ولا اب ولا عدن، وما فيش حجز. واصحاب هؤلاء اصحاب الفيسبوك عندهم سيارات يشتغلوا عليها، استغلوا السياره اخذوا على الراكب 800 لا صنعاء عشان اصحاب العمره عندكم مجال، باقي لكم يعني لا 1 ذي القعده. لا تروحوا كلكم تسافروا اليوم، تقسموا الناس اليوم، ناس بكره، ناس بعده. اليوم احنا الشهر كم عادوا 17، يعني باقي لك 14 يوم. ليش مستعجلين كذا وتسووا زحمه وترفعوا الاسعار؟ اصحاب الزياره العائليه سدد الرسوم، التامين، وسوي طلب من تواصل، اختار طلب شخصي، لا تسوي طلب زائر. لا تصدق اصحاب المكاتب اللي يجمعوا المشهور اللي في التيك توك صديقنا وتقول له كذاب، المطوع صاحبنا قول له كذاب. ما فيش طلب زائر، سوي طلب شخصي. في بعض يقول لك سوي طلب شخصي يجي رفض، كذاب. ليش تكذب على الناس؟ سوي طلب شخصي وحط الزوار كم عددهم طلب واحد، لا تسوي كل واحد طلب لحاله وتكثروا الطلبات وصار الطلبات معلقه ما يردوا عليه بسبب كثره الطلبات. ليش اليمنيين دائما اصحاب المكاتب يجمعوا على الكذب؟ ليش ما تجمعوا على معلومه صحيحه؟ من فين في اخبار؟ في احد تكلم من الجوازات قال لك سوي طلب زائر؟ في احد تكلم؟ هم صلحوا التحديث هذا اساسا. اذا عندك زائر واحد عنده مشكله ترفع له، عنده اشكاليه، عندك مقيم، عندك تابع عنده اشكاليه، ترفع له طلب خاص له. ما قال لك انك عندك 10 زوار تسوي كل واحد طلب لحاله. من فين جبت الخبر ذا؟ منو كلمكم بهذا الخبر؟ منو؟ ليش كذا تجيبوا اخبار من رؤوسكم وتكذبوا على الناس؟ ليش؟ ما تعرف تسوي طلب تواصل معي، بعطيك رقم الواتساب، تواصل معي على الواتساب وانا اسوي لك طلب، اسوي لك تامين، اسوي اي شيء. اخر يوم ما جاك رد روح على الجوازات يمددوا لك، اذا صرت اخر يوم في نهايه التاريخ التمديد. فالوضع يعني طبيعي جدا. فلا تصدقوش اصحاب المكاتب، ولا تستحقوا تصدقوا اللي يستغلوكم. ولا مش لا واحد مشهور في التيك توك خلاص كلامه صح، مشهور في التيك توك والله ما عنده سالفه، مشهور في الفيسبوك ما عنده وهو غبي. اغبياء مشاهير اكثرهم اغبياء، والله ما هم دارين بشيء. لا تصدقوهم. ولا تنسوا المتابعه، تابعوا، شاركوا المنشور، شاركوا الفيديو، وصلوا الناس عشان الناس اللي عنده اولاده في المدارس وهذا يقول له غادر فقعوهم عشان يروحوا يدفعوا فلوس المعقبين يمددوا لهم. ليش؟
والتمديد مجانا من تواصل. اللي عنده مستاجر شقه بالسنه، عنده اولاده، عنده عمل مرتبط، والحين ما والدنيا زحمه يقولوا غادر. اصحاب الزياره ما في مغادره، الزياره العائليه اليمنيين ما في مغادره، المغادره للعمره فقط، والزياره باقي في الجنسيات، اليمني والسوري ما فيش لهم مغادره، والمغادره فقط للعمره، العمره سواء يمني ولا غير يمني، العمره يغادر اخر يوم 1 ذي القعده. بس المكاتب يخرجوهم على دفع من اجل ما تقعش زحمه، لكن اليمنيين كلهم سووا زحمه وارتفعت الاسعار وما فيش حجوزات، ما فيش. هذا ما عندنا، وسلامتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.